تفكيرك في الاستثمار قبل الفيديو ده حاجه وبعده حاجه تاني خالص. ده ساندوتش تكلفته 70 جنيه، ودول 3 كل واحد منهم معاه 100 جنيه. لو كل واحد منهم عايز يشتري الساندوتش مش هيقدر يدفع اكتر من 100 جنيه، فبالتالي الساندوتش هيبقى سعره 100 جنيه. طب لو طبعنا فلوس زياده وبقى كل واحد منهم معاه 200 جنيه وعايزين يشتروا نفس الساندوتش، هيجي واحد يشتريه ب 100، هيلاقي واحد تاني بيقول انا هدفع 150، التالت هيقول انا هدفع 170، لغايه ما هيوصل سعر الساندوتش 200 جنيه. وده بشكل مبسط كده اللي بيحصل في التضخم. الفلوس بتزيد لكن عدد السلع محدود. طب لو فتح 3 مطاعم تاني وبقى فيه 4 سندوتشات و3 بس اللي عايزين ساندوتش وسعره 200 جنيه، هنا كل مطعم عايز يبيع، وبالتالي لما هيجي واحد يشتريه ب 200، المطعم التاني هيقول له لا انا عندي ب 180، التالت هيقول له لا عندي ب 170، لغايه ما هيوصل سعره 150 مثلا. وده المقصود بفكره زياده السلع المعروض، ان الطلب قليل والمعروض كتير وبالتالي السعر بينزل. طب لو الثلاثه اللي بيشتروا اتجوزوا وخلفوا وبقوا 10 ومفيش غير الاربع مطاعم، هيرجع سعر الساندوتش يزيد تاني عشان الطلب زاد والمعروض زي ما هو وهكذا. ده مثال بسيط يوضح لك اهميه توقيت الاستثمار. كل مرحله من دول فيها مكسب مختلف عن التاني. لو دخلت مثلا تشتري ساندوتش في بدايه مرحله التضخم هتكسب، ولو فتحت مطعم في الفتره اللي المعروض فيها كتير هتخسر. خد بقى المثال ده وطبقه على اي استثمار انت بتعمله، عقارات، اسهم، هتفتح مشروع، اي استثمار. طبعا في عوامل تانية كتير بس اهم عامل هو عامل الوقت، انك تبقى عارف انت داخل تستثمر في انهي مرحله في السوق وايه اللي متوقع يحصل بعد كده. وقبل ما تدخل اي استثمار افتكر نظريه الساندوتش. انا سامي صموئيل، وما تنساش تعمل فولو.